إخواني محبي ومتتبعي قناة الجريدة الوطنية التحدي، نرحب بكم جميعا مرة أخرى. حيا الله الجميع، حياكم الله، مشكورين على الدعم المتواصل. المشتركين الجدد مرحبا بكم معنا في هذه المسجلات التي وعدنا الإخوان بها واستحسنوها كثيرا. أستاذ محمد، مرحبا بك، أجدد ترحاب بك مرة أخرى. وعندي لك سؤال برك دائما في المستجدات. أستاذي، شيء لا غبار عليه، أمريكا تجدد اعترافها بمغربية الصحراء، لكن هناك طوق نجاة مغربي. حي الله الجميع. شكرا زيد عبد الحي. اولا السلام عليكم والسلام على كل الاخوه والاخوات داعمين لهذه القناه الفتيه. يا اخي الكريم، حتى نربط الاحداث، هذاك السفير اللي عينه السفير الامريكي اللي عينه الرئيس ترامب كسفير مبعوث للمغرب. انا لاش ربطنا اخي الكريم حتى نربطها باليد الممدوده الثانيه لصاحب الجلاله ازاء الشعب الجزائري. الربط ضروري باش نربطوا اخي الكريم. انا كنت قلت البارح لكن استعصى علينا نطلعوا البارح. هذا الاسبوع اللي فات جا هذا السفير الجديد اللي عينه الرئيس ترامب وخضع واحد عمليه استماع امام اعضاء الكونغرس الامريكي. هو تقليد زاد عبد الحي متوارث في امريكا ومعروف باش ياخذ التزكيه ديال اعضاء الكونغرس. اللي تيهمنا حنا زاد عبد الحي شنو هو الشيء اللي تغاضى عنه الاعلام الجزائري، يا سبحان الله، وتحاشى الخوض فيه. هو قول هذا السفير اللي جاي للمغرب امام اعضاء الكونغرس، راه ماشي محبه في المغاربه زاد عبد الحي ولا في سواد عينهم، لا اخي الكريم، قال قوله امام اعضاء ديال مجلس الشيوخ، يقول بعد ما لسانه مع الترجمه طبعا: ان الولايات المتحده زاد عبد الحي متمسكه بمواقفها الثابته نحو النزاع الاقليمي وحول الصحراء المغربيه. قال وجدد السفير دعم واشنطن للقرار الامريكي الذي اعترف بسياده المغرب على اقاليم الجنوب منذ 2020. ما سمعناش في لابيس، ما سمعناش في الاعلام الجزائري، وعلى الاقل تكون هي ديال الموضوع باش نربطها لك انا باليد الممدوده الثانيه ديال صاحب الجلاله. السيد السفير زاد عبد الحي زاد اكد ان الحل الوحيد، ودقق معايا زي حب العاد، راه سفير جاي، الحل الوحيد الممكن، ما معنى الممكن؟ اللي يقدر هو الممكن مع الحلول الاخرى اكل على الدار وشارب. حل ممكن للنزاع يكمن فين؟ في مبادره حكم الذاتي التي قدمها المغرب منذ 2007. سبحان الله، هذا راه السفير جاي. واضاف: وهذه المبادره زاد عبد الحي تمثل الاطار الجاد والواقعي، هادشي قدام اعضاء الكونغرس، ماشي ما يعرف هلم جرا، لا، الاطار الجاد والواقعي الموثوق به للتوصل الى حل عادل ودائم. لان هو يقول زاد عبد الحي ماشي من كيسينا، ماشي من العياشه، لا، ماشي من الاعلام المخزني، لا، هذا السفير اللي جاء امام اعضاء الكونغرس. ان الرئيس ترامب كان واضحا في دعوته للانخراط في مفاوضات فوريه تحت هذا الاطار. واش ماشي تربط هذه الهضره مع الهضره ديال اليد الممدوده ديال صاحب الجلاله؟ بالله عليك، أليس طوق نجاة هذا؟ يقول بأن الرئيس ترامب يقول يجب الدعوة ديالو للانخراط في مفاوضات فورية. ما معنى فورية زاد عبد الحي؟ وأنت سيد العارفين باللغة العربية. فورية تحت هذا الإطار. ما هو الإطار؟ هو حكم ذاتي تحت السيادة المغربية، وإلا يشرحوا لنا الشارحين ما معنى. وزادوا قال هذا السفير أخي الكريم اللي جاي للمغرب بمجرد المصادقة على تعييني كسفير بالمغرب سأعمل على تسهيل التقدم نحو إنهاء هذا النزاع. أربطها مع اليد الممدودة ديال صاحب الجلالة في آخر خطاب ديالو بمناسبة الذكرى 26 لاعتلائه على عرش المغرب. سبحان الله، واش هذه الصدفة زاد عبد الحي؟ واش هادشي كله مصادفة؟ يقول بأن الرئيس الأمريكي يصر على مصادقة على التعيين، سأعمل على تسهيل التقدم نحو إنهاء النزاع في إطار الجهود الأممية. وهذا النهج يعكس إرادة أمريكية لإنهاء ملف طال أمده ويضمن الاستقرار والتنمية بالمنطقة. وقال بعد مثل سنوات زاد عبد الحي، شوف، الرؤيه الملكيه ديال جلاله الملك ما تجيش من فراغ.
راه ماشي هك وقال هك والهك بحال شي بعضين. لا 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 اخي الكريم، تتكون داك الشيء مدروس وكذا. وقال ان المغرب شريك استراتيجي لا غنى لامريكا عنه بشمال افريقيا، وهذه العلاقه سوف تتطور لتشمل الجانب الاقتصادي والامني والعسكري. وهنا اضاف جمله امام الاعضاء عزيز عبد الحي، امام اعضاء الكونغرس، وهي جد قصيمه لظهر اعداء الامه المغربيه في وحدتها الترابيه. ودقق معايا الله يرحم لك الوالدين والاخوه والاخوات، دقوا معايا لا نكون انا غلط ولا ما تنفهمش ولا كذا. قال بعد ما لسانه: المرحله المقبله تشهد تقدما ملموسا نحو حل نهائي لنزاع الصحراء. واش السي عبد الحي خاصها شي تاويل هذه؟ واش خاصها تاويل نصوص وفي بركات النو خاصها شي تاويل؟ هذا السفير الجديد اللي جاي للمغرب تيقول المرحله المقبله. ما معنى المرحله المقبله؟ من هنا شهر، من هنا شهرين، وحنا قلناها وعادناها موعدنا ذكرى 50 للمسيره الخضراء. يقول سيد السفير: المرحله المقبله ستشهد تقدما ملموسا نحو حل نهائي لنزاع الصحراء. سبحان الله. هنا اخي عبد الحي وكل الاخوه والاخوات، لابد ان نذكر باليد الممدوده لصاحب الجلاله الملك المغربي اخي الكريم في الخطاب ديالو الاخير. واظن انها حسب فهمي وجميع الناس العقلاء اخر طوق نجاه، اخر شامبرير اعطي لهذا النظام، اخر طوق نجاه للنظام الجزائري باش ينخرط في ايجاد الحل السلمي لكل ملفات، وعلى راس ملف الصحراء المغربيه. وتنظن واضحه، ونزع تلك الحجره في الصباط ديال المنطقه المغاربيه، ديك يجب نزع الحجره في الصباط للمنطقه المغربيه وليس المغرب. ثم زاد الحي، انا عجبتني الفقره المخصصه من الخطاب اللي قال فيها جلالته: تعالوا يا ممثلي الشعب الجزائري، يا الشعب الجزائري يا ممثلوه، نجد حلا يرضي الاطراف. ودقق معايا المصطلح: لا غالب ولا مغلوب. ما معنى لا غالب ولا مغلوب؟ ويحفظ ماء الوجه. بالله عليك استاذ الحي، ما معنى لا غالب ولا؟ هو يعرف جلالته، يعرف السيكولوجيه ديال النظام الجزائري، يعرف السيكولوجيه ديال الجنون العظمه. نحن ونحن ونحن، قال وما نمرقوكمش، نحن الاعلون، نحن المنتصرون دبلوماسيا سياسيا ولكن معليش باش ما نحشموكمش امام الشعب ديالكم اجي وكذا. بالله عليك ماذا يقصد جلالته بماء الوجه؟ لمن مقصود؟ طبعا ماء الوجه لمن؟ واش اللي قال للشعب ديالو حنا خسرنا مال قارون والملايين الممليره على هذا الملف ديال الصحراء؟ هذا خاص ماء الوجه. والذي لا تعني الشعب الجزائري من بعيد ولا من قريب، وخسر عليها مال قارون. بالله عليك العالم المغربي عرض فرصه اقفال الملفات قبل فوات الاوان، لان اقفال ملف الصحراء ازدي عبد الحي اصبح ضروره ديال قوه كبرى. والا السفير ما يقولش هذه الهضره هذه، حتى هو يجي ويمرمر الكرام ساعه علاقات دبلوماسيه ويقول لك الهضره الخرطي ديال الهضره الدبلوماسيه وين وضنايت. لا، قال بان غادي نمشي لانهاء هذا الملف ونساعد على انهائه بصفه. ثم عبد الحي قوه كبرى قلت لك راه دخلت في المصالح ديالها في هذا الملف هذا. وزمن العنطريه عبد الحي مشى ذاك العنطريه، ولا زال بعض المحرضين تيقول لك اليد المسمومه، منهم هذاك الباكستاني ديال بونيفاس من اصول باكستانيه. اما كون هكا الجزائري قح ما كاين مشكل، من وصلاء البلاد لا عبروا على المواقف ديالهم اخي الكريم وتفاعلوا مع الخطاب الملكي. لكن جيل بونيفاس وغيره قال لك اليد المسمومه وما عرفناش وكيفاش، وهذه قال لك خطاب انهزامي استسلامي. بالله عليك هو عافس عليه وداير ليه البرود كان ديالك فوق عنكم وتيقول لك لا النصر والاستسلام كذا كذا. ثم الدعوه الملكيه يا عبد الحي هي ما صادره منين؟ عن مولين بالتقلبات الدوليه، عارفوا على اطلاع تام اخي الكريم ما يحضر للمنطقه سياسيا واقتصاديا، ومن خالف او تخلف عن الموعد لا تقبل منه شكايه، باش نكونوا واضحين. ثم عبد الحي حتى اختي خطاب ديال اليد الممدوده موجه الى الشعب الجزائري. علاش قال الملك اخي الكريم في خضم السياق السياسي الراهن والمؤشرات ضد تفكك ولات تفكك الدول وولات منبوذه حتى افريقيا. ناس دي عبد الحي افريقيا، الدول الافريقيه لا تعد ترى هذاك التشرذم. بالله عليك اليس دول الساحل دول قائمه بملايين سكان ومهدده بالكبابه دي عبد الحي؟ واش مهدده في كينونتها في وجودها؟ وبالاحرى كما قال احرى الجزائر لا يمكن قيام كيان بين المغرب
وموريتانيا بمكونات 300,000. بالله عليك 260,000 كيلومتر تعطيها 300,000 بالمنطق. حتى النظام الجزائري يعرف هذا اخي الكريم، راه الزكاره والغنان، راه الزكاره والغنان. ثم في ظل الاطراف المؤيده لطرح المغرب اخي الكريم، ولاو في تزايد. ومجلس الامن الاعضاء الدائمين 3 مع المغرب، كاينه ولا ما كايناش؟ الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا وفرنسا، اللي نفترض نديروا هذا الاستفتاء في داخل مجلس الامن، نديروا استطلاع او استفتاء، هذوك العشره كلهم تقريبا يجلوا مع الطرح المغربي، وبالاحرى 3 ديال دائم العضويه. والميساجرات تقرا، وجلاله الملك قاري لك دار، ما تتعاطاش، ماشي يوتيوبر بحالنا، ماشي تيك توكر، ماشي فيسبوكر، لا، يعرف اخي الكريم وعنده السؤال اللي طرحوه بعض الاخوه وانا طلعت عليهم، قال لك لماذا تواضع المنتصر اي جلاله الملك والمغاربه ليجلس مع المهزوم يتحاور معه؟ علاش زعما؟ وهذا سؤال تيبان ظاهره منطقي، لكن من قبيل العذاب. بكل بساطه الزعب الحي، الفقره الاخيره ديال جلاله الملك اش تقول؟ لا غالب ولا مغلوب وحفظ ماء الوجه. وهذه حقيقه ديال الخطاب او الدعوه الاخيره، انا اظن انها الدعوه الاخيره. فبعد خطاب المسيره الخضراء زي عبد الحي وعلقنا انا وياك عليه، تنذكر سنه 2018 كانت جلالته مد اليد الممدوده الى ولكن قال الرئيس لا انت مسؤول، لا انا مسؤول، تعال نجلس و لكن كانت النفخ في جسد ميت، قربه ميته، قربه كارمه، والو لا ما التقطوش الاشاره، وبقات امور تدور. مع الوجه ديال عبد الحي ربما اخر دعوه اقول ودقيق معي، اخر دعوه للحوار قبل حفل ذكرى المسيره الخضراء، الذكرى ال50 ان شاء الله في نوفمبر 2025. اخر طوق نجاه والشامبرير اللي طلع اخر طوق نجاه، لان حسب المعطيات عبد الحي ستكون هذه الاشهر المتبقيه لانهاء هذه الملف، لانهاء هذا الملف بحسب تحولات الجيوسياسيه اللي كاينه والتوازنات الدوليه. واسمح لي يا عبد الحي حتى لا اطيل ان الدعوه الملكيه هي اخر طوق نجاه اقولها للطرف اخر الذي لم يعد يملك من رصيد ديال سوى العنطريات والشعارات الباليه. طلقوا البارحه غلمان بوليزيرو خرجوا البارح كرد على الخطاب الملكي، لا نحن الشهاده او الاستقلال الحياه تصدق، وداك الزبيطي ديالهم بينما الرسميين الجزائريين اخي الكريم لا زالوا لا ممكن. اقول بالله عليك الكمبودج وتايلاند غير مؤخرا تلاقاو تصارعوا جلسوا المفاوضات، هما غير 3 ايام وتقريبا 50 ضحيه تقريبا او 40 عسكريين ومدنيين. السعوديه، المملكه العربيه السعوديه مع ايران جلسوا المفاوضات رغم الاختلافات العقائديه، رغم جلسوا. لا بد من جلوس، لا غالب ولا مغلوب كما قال جلاله الملك. نجلسوا ما كاش عندي ملفات كذا وكذا وكذا ونجلسوا. اما العنطر يا اخي الكريم راه لا تفدي، لا جلالته عنده رؤيه متبصره، راه القادم اسوا. تعالوا يا اخوه، تعالوا ننبذ عنا الخلافات ونجيو واحد الارضيه ونجلسوا. الزق بالله عليك يا عبد الحي الخشيبات، الزق مع من؟ في مغربيه الصحراء، كل الدول الوازنه وبولونيا جايه وغادي نخصوا لها ان شاء الله شي حلقه حتى نبين كل شيء جاي اخي الكريم. هو طوق نجاه شامبرير ديال كذا، هكا النظام الجزائري. تعال لنجلس حتى لا تطوق وتصدق لا تتلح بالملوك كما تنقولوا بالعاميه زاد الحي. ولكن كريم اخي والله كلامك على صواب في هذه النقطه، حفظ ماء الوجه يا ولاد الحجل اللي تيقول لك ضعف، راه القضيه محسوم فيها. وشوفوا كرم هذا الملك ابن الملك، شوف كرمه وشوف السياسه وشوف الحكمه ديالته. معناه ماء الوجه، نعرف ان الانسان حتى في الدول الكبرى في النزاعات ملي تبغي تحفظ ماء الوجه وينزل نزول من اعلى من فوق الشجره، هذه الشجره اللي طلعتوا عماقتم فيها وحصلتوا ما خصكوش شكون اللي غادي ينزلكم. هذه رساله لكم، قضيه تشوفوا كيف تكرم. حين كنا نقول لكم قال المشمول برحمته ليعلم العالم مع من حشرنا الله بالجوار. احنا اولناها مع هذا الملك، قلنا لكم وهي سياسه اخرى، وكل ملك عنده الحكمه ديالته، ليعلم العالم مع من اكرمه الله بالجوار. اذا تلقفوا هذه المساله، النزول فوق عرفناكم غولتوا وعرفناكم طلعتوا غادي تطيحوا فوق السقف ان شوت ليبر كما يقال بالفرنسيه. لكن هذا الملك ستحسب له للتاريخ، ستكتب مباء من ذهب. شهد عليكم العالم ككل
أنكم دولة فاشلة، تعطيكم الفرصة الأولى والفرصة الثانية، أما مول المليح راه باع وراح، قضية حسم فيها، معروف أن المسيرة الخضراء بيننا إن شاء الله سنحتفل، لكن كيفما كان قال لك تجمعنا الجوار، معنا هذا الجوار حنايا تماشيا مع السدة العالية بلا، ولكن جوار الذي فيه بنيف ومن هو على شاكلته هذا شيء آخر. أستاذي الكريم شكرا لك. الإخوان ترقبونا في هذه الفقرات، نود دائما قضية بارتاج ولايكات تبخلون بها علينا، وسامحونا واخا تنكرروها لأنها لا تصل، لأن باش هذا المحتوى يصل وتعم الفائدة لا بد من هذه الخاصية الغير مؤدى عنها، فقط لايك وتعليق طيب وبارتاج. ترقبونا لنا طلعات أخرى، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. شكرا أستاذ سمو.